السلام عليكم. معكم قناة دنيا، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم الوصفة نتاعنا هي عبارة عن المقلوب التونسي كما راكم تشوفوا فيه. واش نقول لكم يعني روعة يعني في البنة اللي درناه، وقلت لي مالا نشاركوا مع المشتركين تاوعي كما راكم تشوفوا واضح في الصورة. هنا راح نعطيكم المقادير. هنا عندي نصف صدر نتاع الدجاج، ربينا عليه 2 سنينات ثوم، ضفت عليه شويه فلفل اسود، شويه كركم. صدرت نتاع الدجاج تقطعوه الى مكعبات كما راكم تشوفوا. اذا كان افراد العائله تاعكم بزاف تقدروا ديروا صدر كامل. هنا ضفنا عليه توابل الشاورما. هنا ملعقه صغيره نتاع فلفل احمر حلو، اللي يحب الحار يدير الحار. وهنا درت ملعقه نتاع خردل، هو لا موطارد، ملعقه صغيره. احنا هنا لا موطارد تاعنا حاره، اذا كانت من حلو تقدروا ديروا يعني 2 ملاعق صغار. هنا راح نضيف الملح عينكم هي ميزانكم. ودرت 2 مغارف كبار نتاع كريمه طازجه، كريم فريش. نخلط كامل. رايح نضيف عليهم 2 مغارف نتاع زيت المائده. دوك نوري لكم. ها انا هنا ضفت وراحت لي اللقطه. ونخلط كامل ورايحه نغلفه بالورق هذا الشفاف، او هذا اللي نغلفوا به، ولا اي حاجه عندكم نتوما ساشي ولا. ورايحه نوضعه في الثلاجه حتى يتشرب كامل هذوك التوابل. كما قلت لكم نوضعوا بجيه. رايحه نحضر معكم، راح نحضر لكم العجينه. هنا عندي كيلو نتاع فرينه، عندي 2 ملاعق كبار نتاع خميره الخبز، وعندي ملعقه كبيره نتاع سكر. على كل حال راه واضح في الصوره. رايحه نخلط كامل. هنا عندي نص كاس نتاع زيت المائده، نخلط كامل هذوك المكونات، ومن بعد رايحه نزيد الملح. هنا الملعقه نتاعي صغيره، راح نقول لكم ملعقه نتاع قهوه نتاع ملح. نضيف نص الكاس نتاع الزيت كما راكم تشوفوا. نخلط كامل ونبقى نضيف الماء سخون، او يكون ماء تياد تاعي، الماء ما يكونش سخون بزاف. ونبقى نخلط حتى نخلط تخلط العجينه نتاعي، ونتحصل على عجينه تكون طريه بزاف او رطبه بزاف كما راه واضح في الصوره تشوفوا. ما رانيش راح نعجن بزاف العجينه نتاعي. هاو علاش تحصلت. راح نحطها فوق البلون طرافاي وندخل فيها يدي حتى تتلكن معايا، ماشي راح نعجنها، جيست برك به هذوك كامل المكونات يدخلوا في بعضهم ونتحصل على عجينه متجانسه. هنا بعد ما لميتها حطيتها في كما راكم تشوفوا في البول تاعي. رايحه ندير عليها طرشون، ولا تحبوا ساشي تاع نيلون ولا واش عندكم، ونحطها بجيه تخمر. هنا بعد ما حطيت العجينه تاعي تخمر، عندي هنا مقله درت فيها شويه زيت، ورايحه نطيب هذاك الدجاج نتاعي اللي كنت تبلته من قبل. نقص عليه بالعقل ونبقى غير نحرك حتى يطيب معايا. هنا بعد ما بدا يطيب ضفت عليه شويه نتاع ماء، ماشي بزاف، جوست برك باه يجيكم هذاك الدجاج تاعكم طري. كما قلت لكم كي تشوفوه طاب طفيو عليه. هنا بعد ما خمرت العجينه نتاعي عندي بلاطو درت فيه شويه فرينه. ما ديروش الزيت، ديروا الفرينه وتقرصوهم هكذا كما راكم تشوفوا. كبروهم باسكو راح نديروهم المقلوبه نتاعنا او المقلوب راح نديرو قرص كبار. هاني على واش تحصلت، ما نقولكمش 7 ولا 8 حبات. هنا حطيت شويه فرينه على البلون طرافاي، وحطيت هذيك العجينه بعد ما كيما بعد ما قرصتها خليتها خمرت. زيدوا تخليوها تخمر مره ثانيه. بعد ما تخمرت قرصوها كما راكم تشوفوا. هاي كيفاه جات. هنا راح نطيبها في طاجين. نتوما كانت عندكم مقله كبيره تقدروا طيبوا فيها. الطاجين تاعي سخنته ومن بعد نقصت له نار هاديه، لازم تشعلوش عليه، تكون ناقصه النار، تكون نار قليله. هنا ما حطيته غير شويه وقلبته، ما تخليوهاش طيب، لازم تبقى هكذا بيضه. وديروا وتبداو تديروا
هنا درت الهريسه. انتوما اذا حبيتوا تخلطوا الهريسه ولا مايونيز خلطوهم مع بعض وديروهم وحطوها من فوق. انا كاين اللي ياكل الهريسه وكاين ما ياكلوش، من ولا بناتي الوغ درت قبل هنا الهريسه، ما حبيتش نخلطها وزدت ضفت عليها المايونيز. ها كيفاه جات. هنا بعد ما طاب هذاك الدجاج وحطيته برد كما راكم تشوفوا، حطوا شويه كميه، هذيك الكميه شوفوا كيفاش تقسموها على هذوك العجينه تاعكم هكذا باش تكفيكم، يعني الله يبارك تجي معمره. باسكو مازال حوايج بزاف نحطهم. هنا تحبوا ديروا فروماج رابي، تحبوا ديروا فروماج فوندو، تحبوا ديروا هذ لي كاري هذو تقطعوا واحده على زوج وتحطوها، وكل واحد واش عنده، كل واحد ومقدوره. هنا زدت ضفت عليه ورق نتاع السلطه وطوماطيش هذيك اللي كنت قطعتها مكعبات. هنا بناتي راهم عندي، هما اللي راهم يديروا في هذه الوصفه وانا غير راني نصور. راكم شفتوا اليدين بزاف. هنا ضفت عليهم او ضافوا عليهم الزيتون اللي مقطع افيلي وشويه بطاطا مقليه كما راكم تشوفوا، راه يعني واضحه في الصوره نورمال بدون تعليق. يعني شوفوا هنا بناتي مو مشولفين سخانه بزاف. هذه يدي انا قلبتها فوالا. تبقاو حاك تحكموا عليها، تحطوا عليها هكذا حاجه حتى نتحكم لكم هذيك لا فورم، وتقلبوها باش تزيدوا طيبوها من الجهه الاخرى، توجور كما قلت لكم على نار قليله. فوالا شوفوا كيفاه تجي طايبه. هذه هي المقلوبه نتاعنا. بعد ما طابت نحيناها وراح نكملوا باقي العجينه. هنا ان شاء الله راح نقسم معكم وحده تشوفوها من الداخل كيفاه جات. واش نقول لكم ولا اروع، جات روعه. وتشوفوا الذوق والبنه واش نقول لكم ما شاء الله، وصفه يعني اكثر من رائعه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، واذا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش في اللايك والبارطاج، وتابونيو اللي مازالوا ما ابوناوش في قناتي يابونيو وتفعلوا الجرس هكذا بيوصلكم كل جديد. ونقول لكم مع السلامه والى فيديو قادم ان شاء الله.